النهاردة جايبالك الجهاز اللي هيرجع الأجهزة بتاعتك كلها جديدة وهيخلي القديم جديد، وكمان بيوصل لأصعب الدهون من غير أي مواد كيماوية ويجنن. جبت النهاردة جهاز اسمه ستيم كلينر وارد الخليج الأصلي عشان المضروب كتير في السوق. سلكه طويل وبيحتوي على فيشة ثلاثية، ولو فتحت الغطا بتاعه هتلاقي كده الفتحة بتاعته من جوه نحاس. ملحقاته بقى بيجي معاه معيار وقمع، تبدأي تعملي كده المعيار بتاعه، بيجي معاه فرش علشان يوصل للأماكن اللي انت ما بتعرفيش توصلي لها. وكمان في عنصر الأمان، يعني مهما تفتحيه وهو شغال مش هيفتح معاكي نهائي. دي الملحقات بتاعته حوالي 9 قطع كده. وجبت بقى الخلاط بتاعي وكان مجنني، وكنت بخاف اغسله بالمية لا يبوظ مني. بدأت ان انا اعقمه كده واسلط عليه البخار، لان ستيم كلينر بيشتغل بالبخار. عايزه اقول لك خلاه فله. الحته بقى دي قعدت اقول اما اشوفه هيوصل لها ولا لا. يا دوبك سلطت عليها البخار، رجعت جديده ونظيفه، وكمان بيوصل لاصعب الاماكن اللي انت مش عارفه تنضفيها. عقمت كل الاجهزه بتاعتي ونضفتها وطلعت خطيره ما شاء الله. جبت بقى الساندوتش ميكر، انا كنت بخاف انضفه تماما، كان عليه كميه دهون. اول ما سلطت عليه البخار رجع جديد كاني لسه شارياه. البوتاجاز بتاعي بقى كان انا بنضفه كل يوم، بس ما تخيلتش ان انا كل الدهون دي وفي بيوصل لاصعب الدهون بطريقه مش طبيعيه. العين اللي في النص دي تقريبا ما كانتش بتقيد. شوفي كميه الدهون. رجعت البوتاجاز جديد مع ستيم كلينر. عايزه اقولك عقمت المفروشات والبلانشات بتاعتي. الغطا ما بيفتحش نهائي الا لما يكون الميه بردت، يعني في عنصر الامان. هسيب لكم اسم الصفحه في اول كومنت. باي باي.